الفدرالي الامريكي قرر ان اول عمليه خفض الفايده ليه تكون ب 50 نقطه اساس، وخفض الفايده في اجتماعه بالامس ب 50 نقطه اساس كامله، بعد ما كانت التوقعات اولا بتشير للخفض ب 25 نقطه اساس، لكن كل السيناريو ده اتغير قبل اجتماع الفدرالي الامريكي بايام، واصبحت توقعات الاسواق ب 50 نقطه، وبالفعل الفدرالي الامريكي يتماشى مع توقعات الاسواق. وكان التصويت لصالح خفض الفايده من الفدرالي الامريكي باجماع الاعضاء، الا عضوه واحده فقط هي اللي قررت او هي اللي صوتت لصالح الخفض ب 25 نقطه اساس فقط. وايضا كان عندنا الدوت بلوت الخاص بالفدرالي الامريكي، واللي وضح لنا فيه ان اغلبيه الاعضاء بيقروا او بيتوقعوا ان هيكون عندنا كمان عمليات خفض ب 50 نقطه اساس خلال عام 2024، سواء كان عندنا في اجتماع واحد 50 نقطه اساس او اجتماعين كل اجتماع يتم الخفض فيه ب 25 نقطه اساس. لكن بشكل عام القرار ده ما كانش بالاجماع، لكن كان بتصويت 11 عضو من الفدرالي الامريكي او توقعات 11 عضو، وباقي الاعضاء بيتوقعوا ان يكون عندنا خفض ب 25 نقطه اساس فقط. وتوقعات الفدرالي الامريكي لعام 2025 ان ايضا يكون عندنا خفض الفايده ب 100 نقطه اساس كامله او ب 1%، وخلال عام 2026 ان يكون مجمل عمليات خفض الفايده هي 50 نقطه اساس. وكمان الفدرالي الامريكي اتكلم ان بعد الظروف الاقتصاديه الحاليه وان في السنوات الجايه متوقع ان متوسط الفايده يكون اعلى مما كان عليه في السابق، في اشاره واضحه ان احنا مش هيكون عندنا تراجعات كبيره جدا بالنسبه للفايده، او ان الفايده مش هتكون زي السنوات الماضيه لكنها هتكون اعلى شويه. وبالرغم من ان القرار ده كان متوقع بشكل كبير جدا بعد ارتفاع التوقعات ل 70% تقريبا ان الفدرالي هيخفض الفايده ب 50 نقطه اساس، الى ان الاسواق اتفاعلت بقوه جدا مع صدور الاخبار دي او مع صدور القرار، وشفنا اسواق الاسهم الامريكيه بترتفع بشكل قوي، وشفنا الذهب بيحقق قمه تاريخيه جديده عند مستويات ال 2600. ويمكن التحركات دي اتغيرت شويه مع بدايه حديث جيروم باول، لكن دي كانت اشاره واضحه من الاسواق ان الاسواق بالفعل كانت بتتوقع ده، لكن ما كانش عندها يقين ان الفدرالي فعلا هيتماشى مع توقعات الاسواق، لان الفدرالي طوال الفتره الاخيره بيمرر لنا فكره السوفت لاندنج وبيمرر لنا عمليات الخفض ب 25 نقطه اساس. لكن في وجهه نظري الشخصيه حتى بعد الخفض ب 50 نقطه اساس فده مش بيلغي سيناريو السوفت لاندنج، لان احنا في الاساس مجمل التوقعات او مجمل التخفيضات اللي هتكون موجوده معانا خلال العام هتكون تقريبا على اقصى تقدير 1%، بعد ما كانت اكتر من كده بكتير خلال بدايه العام. طب ليه بقى الفدرالي خفض الفايده ب 50 نقطه اساس ولم يخفضها ب 25 نقطه اساس؟ السر في ده هو ارقام التضخم اللي تراجعت بشكل قوي جدا، وفي نفس الوقت التباطؤ اللي بيحصل في سوق العمل خلال الفتره الاخيره ده خلى الفدرالي يكون محتاج ان هو يكون سابق اي ازمه اقتصاديه ممكن تحصل. فما فيش مشكله دلوقتي ان هو يخفض ب 50 نقطه اساس لان التضخم يعتبر مستقر وبيتجه نحو مستهدفاته، وفي نفس الوقت فكره الخفض ب 50 نقطه اساس هتنعش شويه ارقام سوق العمل، او على الاقل مش هتخلي الفدرالي حتى لو حصل تباطؤ في سوق العمل الفتره الجايه ان هو يكون مستعجل في عمليات خفض الفائده بشكل كبير، لانه بالفعل بدا بالخفض ب 50 نقطه اساس. وبالتالي كان تبرير الفدرالي لعمليه الخفض ب 50 نقطه اساس ان هو محتاج يكون سابق الاسواق ويكون مستعد لاي ازمه ممكن تحصل بالنسبه لسوق العمل. وده بيودينا لنقطه ثانيه مهمه جدا، وهي ان الفدرالي الفتره الاخيره او تحديدا في اجتماع الامس وضح لنا ان الازمه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه تحولت من ازمه التضخم الى ازمه سوق العمل، لان التضخم مستقر لكن سوق العمل هو اللي بيتباطأ. وده كان واضح في توقعات الفدرالي بعد ما كان بيتوقع ان معدلات البطاله في نهايه عام 2024 هتكون 4.1%، فهو علّى التوقعات دي ووصلت ان معدلات البطاله متوقع انها تكون مع نهايه عام 2024 عند مستويات 4.4%. وبالتالي هنشوف معظم قرارات الفدرالي الامريكي الفتره الجايه هتكون في صالح ان هو يحاول ينعش سوق العمل، لان بشكل عام حتى لو حصل بعض الارتفاعات بالنسبه للتضخم الفتره الجايه فاحنا في النهايه يعتبر عندنا التضخم مستقر، وبعض الارتفاعات مش هتخلق مشكله
لان هيعود ويتراجع مره تانية نحو مستهدفه عند ال 2%. لكن الصعوبه كلها اللي هيواجهها الفيدرالي هتكون في ضبط سوق العمل. واحده من الحاجات اللي بتوضح لك المشاكل الموجوده دلوقتي في الاقتصاد الامريكي ان مع القرارات دي ومع خفض الفايده شفنا ارتفاع قوي جدا لعوائد السندات لاجل 10 سنوات، ودي بتدل على ان بالفعل الاسواق متخوفه من ان ممكن يحصل ازمه ركود اقتصادي في الاقتصاد الامريكي خلال الفترات اللي جايه. وكمان الفدرالي الامريكي علق على فكره الانتخابات الامريكيه وقال ان الانتخابات الامريكيه ليست عامل رئيسي في اي من قرارات الفدرالي، وان الفدرالي فقط بينظر للبيانات الاقتصاديه. احنا عندنا شهرين فاضلين على الانتخابات الامريكيه في نوفمبر القادم، وبقى واضح جدا الازمه الموجوده بين جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي ودونالد ترامب المرشح لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه، وان عندنا عدم توافق كبير ما بينهم. بعض الاقتصاديين توقعوا ان الفدرالي نوعا ما بيخفض الفايده ب 50 نقطه اساس لان ترامب كان نصح بده او كان اوصى بده، فبالتالي دي تعتبر حاله لتقريب وجهات النظر بين الفدرالي الامريكي وبين الرئيس المحتمل للولايات المتحده الامريكيه. لكن الفدرالي الامريكي لغى ده تماما او نفى ده تماما بشكل كبير، وقال ان قراراته ليست متعلقه باي شكل من الاشكال بالانتخابات الامريكيه. وبعد كده بدا حديث جيروم باول او المؤتمر الصحفي لجيروم باول، واللي وضح لنا فيه نقطه مهمه جدا ان عمليه الخفض زي ما قلنا هي لتجنب اي ازمات اقتصاديه قادمه، ولان الفدرالي محتاج ان هو يكون سابق بخطوه. وده نوعا ما غير من كل التحركات وقتها، لانه طمأن المستثمرين بشكل كبير من فكره عدم وجود ازمه في سوق العمل، وبالتالي انعكست التحركات مره تانية، وابتدينا نشوف انخفاض للذهب وانخفاض لاسواق الاسهم الامريكيه وارتفاع لمؤشرات الدولار الامريكي. لكن بعد ما هدأت الاسواق وانتهى الحديث الصحفي لجيروم باول وخلال تداولات اليوم شفنا الاسواق بتسعر نفس اللي سعرته اثناء القرار. شفنا الذهب بيرتفع مره تانية بشكل قوي، شفنا الدولار بينخفض بشكل كبير، ومتوقعين ان احنا نشوف بعض الارتفاعات في اسواق الاسهم الامريكيه خلال تداولات اليوم، لان بشكل عام بقى من الواضح ان حتى لو ارقام التضخم استقرت فالفدرالي اعلن او نقدر نقول لمح لنا ان من الوارد جدا ان يكون عندنا ازمه في سوق العمل. يمكن الازمه دي لن تصل الى عمليه الركود الاقتصادي، لكن بشكل عام احنا عندنا بوادر ازمه، عندنا احاديث كتير هتكون الفتره الجايه لضبط معدلات سوق العمل، عندنا معدلات بطاله متوقع ان هي ترتفع لمستويات 4.4%، فبالتالي الذهب لانه ملاذ امن ابتدى يرتفع بشكل كبير، الدولار ابتدى ينخفض، اسواق الاسهم الامريكيه حتى لو ارتفعت فمش هنشوف ليها الارتفاعات اللي كنا متوقعين ان هي تحصل مع عمليات خفض الفايده والتحول للسياسه التيسيريه الا لو كان عندنا انضباط في سوق العمل. لان سوق العمل لو ما كانش جيد الفتره الجايه فاحنا هنشوف دولار ضعيف، هنشوف اسواق اسهم امريكيه ضعيفه بشكل كبير. فالتحركات اللي هتكون موجوده معانا الفتره الجايه بصوره كبيره هي هتكون معتمده على كل ارقام سوق العمل اللي هتصدر خلال الفترات اللي جايه، ودايما هي اللي هتوضح لنا الرؤيه المستقبليه بالنسبه للفدرالي. وبشكل عام اعتقد ان الفدرالي هيكون عنده عمليتين من خفض الفايده خلال المتبقي من عام 2024 في الاجتماعين الفاضلين، هيخفض في كل اجتماع ب 25 نقطه اساس، وان السنه القادمه من الممكن ان احنا يكون عندنا خفض باكثر من 100 نقطه اساس على اساس البيانات الاقتصاديه اللي هتكون موجوده معانا. فده ملخص اللي حصل امبارح، اتمنى لكم كل التوفيق وتقدروا تتابعونا بشكل مستمر على قناه ايفست على اليوتيوب، لان بنتابع فيها كل اوضاع السوق باول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.